شخص نشر صورك ونزل عليها الفاظ مش كويسه، تتصرف معاه ازاي؟ تعال نشوف. لو الشخص اللي نشر صورك بيستخدم حساب وهمي او مجهول فبرضه تقدر تتحرك قانوني، لان الدوله عندها جهات متخصصه بتوصل له حتى لو هو مخفي. خليني كده اوضح لك الخطوات بالتفصيل. اول حاجه بتروح تعمل محضر رسمي، تروح تتجه لمباحث الانترنت، اداره مكافحه جرائم تقنيه المعلومات، او ممكن تروح لاقرب اسم شرطه وتقول له عايز اعمل محضر سب وقذف على فيسبوك وهمي، وهم بيحولوك للجهه المختصه. طب اقول ايه في المحضر؟ هتقول في المحضر ان في حساب مجهول نشر صورك وكتب عليه الفاظ مسيئه، وانك مش عارف الشخص ده مين، وبتطلب تتبع الحساب ومعرفه هويته. تاني حاجة بتقدم الأدلة، هتاخد معاك صور من المنشور أو التعليقات اللي هو سكرين شوت، والأفضل إنك بتاخد التليفون اللي عليه كل حاجة معاك. هتاخد كمان رابط الحساب أو المنشور اللي حصل فيه الإساءة، وتاخد تاريخ ووقت النشر. طب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده ان مباحث الانترنت عندها صلاحيه في الموضوع ده. طب ايه هي الصلاحيه دي؟ اول حاجه مباحث الانترنت بتتبع عنوان الاي بي المستخدم في الحساب. تاني حاجه تعرف مكان وتوقيت الدخول. تالت حاجه بتوصل للشخص الحقيقي حتى لو الحساب باسم مستعار او مزيف، وده بيبقى عن طريق طلب رسمي من النيابه العامه لشركه فيسبوك عن طريق التعاون الدولي. طب عاوزين نعرف العقوبه بتبقى ايه؟ نفس اللي قلته قبل كده بيتطبق برضه. نشر صور بدون اذن، انتهاك خصوصيه، ماده 25 من قانون 175 لسنه 2018. طب العقوبه ايه هي؟ العقوبه بيبقى حبس ممكن يوصل ل3 سنين وغرامه بتوصل ل100,000 جنيه. اخر حاجه بقى، لو مش عاوز تروح اسم الشرطه هتقدر تعمل بلاغ رسمي كمان. اول حاجه هتدخل على موقع وزاره الداخليه المصريه، هتختار بلاغات جرائم الانترنت، وبعدين هتختار بلاغ عن محتوى مخالف او مسيء على الانترنت وتقدم بلاغك. اعمل لايك وفولو عشان ناس كتير بتتأذى من الموضوع ده. سلام.